هلا والله شباب، شلون الصحة؟ شلونكم؟ اليوم جينا بأكلة جديدة وإن شاء الله راح تعجبكم. طبقوها والشي اللي تريدوه إن شاء الله راح نسوي لكم إياه فيديوهات جاية. كل تجاربنا من أكل راح نسوي لكم إياها بالقناة. هسه اليوم عندنا أكلة صدر الدجاج. بالنسبة للملتزمين اللي ياكلون أكل صحي أو أكل للجيم، راح نسوي اليوم قطعة صدر دجاج تقريبا 200 غرام. راح نقسمها ونشوفكم الطريقة اللي أنا أسويها بيها دائما. فهسه ركزوا وياي وتابعوا شلون راح نشتغل الموضوع. أول شي نجيب قطعة صدر الدجاج ونحاول نقطعها إلى 3 قطع بهاي الطريقة. طبعا حسب ما أنت تحب، أكو يسووها شرائح، أكو يسووها قطع مثل الشاورما، فأني أسويها بهالطريقة هاي لأنه هاي الطريقة أني شفتها أفضل طريقة أسوي بيها صدر الدجاج، لأنه هاي الطريقة يستوي بيها الصدر بسهولة وما تحتاج لا زيت ولا دهن ولا هاي الأمور، وتكون طرية. طبعا نوعية صدر الدجاج اللي أنا دا أستخدمها راح أنزل لكم إياها كصورة، لأنه صدر الدجاج هذا هو أكثر صدر دجاج حسيت طعمه ضبط ويا هاي الطريقة. نيجي هسه حاليا نسويها شرائح طويلة مثل ما تشوفون بهالطريقة هاي، ونحاول انه نقلل الطول مالتها ونسوي الشرائح رفيعة ايش قد ما نقدر. طبعا مو رفيعة كلش، لانه من راح تنطبخ بالطريقة اللي راح اسويها راح تكون يابسة، واحنا نريدها تكون جوسي شوية طرية، فسووها بهاي الطريقة. هاي القطع كلش كافية بالنسبة للطول، هذا الطول كلش كافي. راح نقطعها ونكمل وياكم الفيديو. تابعونا. شباب، وهسه بعد ما قطعنا الصدر بهالطريقة هاي وكملنا الشرائح مالتنا، راح نجي نضيفها على الطاوة، وتكون الطاوة جرانيت مثل ما موضح. ضروري تكون جرانيت الطاوة. وراح اشوفكم هسه الطريقة اللي راح نشتغل بيها. هسه احنا عندنا البهارات حسب اللي يريد يضيف. انا شفت اطيب شي ممكن نضيفه هو فلفل اسود، يعني احب النكهة تكون طبيعية مو كلش مبالغ بيها، حتى احس بطعم صدر الدجاج لما يستوي. فهسه حاليا قلنا نجيب، طبعا هذا بخاخ اللي استخدمناه بفيديو البيض اذا تتذكروا، ونجيب ملح مثل ما تشوفون. هذا ملح هملايا انا مخليه بهذا الملح، طبعا حسب اللي يريد يستخدم ملح عادي، وفلفل اسود. هسه نجي نضيف الفلفل الاسود بالكمية اللي انتو تشوفوها مناسبة. تمام. انا ما احب تكون، يعني ما احب تكون جدا بيها طعم الفلفل قوي، فاحاول اخليه فشي بسيط. بهالطريقة انا اقدر اسيطر على الكمية. خلينا هسه الفلفل، طبعا ملح هملايا فشي بسيط خليه. وبعدها نجي على البخاخ مالتنا ونضيف هاي البخة. وراها قبل ما نجي نشغل النار شنو نسوي؟ نقلب الخلطة مالتنا، نقلبها بطريقة جدا، نخلي البهارات تكون ويا الزيت اللي بخيناه. طعم الزبد، طبعا هذا الزيت انا احب طعم الزبد، اللي ما يحب طعم الزبد يقدر ياخذ الاوريجينال بدون اي طعم. فاني من النوع اللي احب طعم الزبد، فحاولوا تخلون الوضعية كلها تتمازج، البهارات، الزيت ويا الفلفل الاسود. البهارات اقصد بيها الفلفل الاسود طبعا، ويا الملح، حتى يكون الطعم موجود بكل القطع هاي. عرفت شلون؟ فهسه اجي اني اصفطها بهالطريقة، ما اخلي صدر الدجاج يكون عالي، اخليه كله متساوي حتى يستوي مرة واحدة. فهمتوني شلون؟ يستوي عندنا مرة واحدة بهالطريقة هاي. هسه نجي نشعل النار، ونشعلها على نار قليلة، ونخليها ونروح نكملها شوية ونرجع لكم.
شباب مثل ما تشوفون هسه استوى عندنا الظهر وبدأ يبدأ بيض الوجه. ايش راح نسوي بهيج حالة؟ احنا راح نبلش نحاول نقلبها بهالطريقة هاي. بعد ما قلبناها راح نجي نفصل الاجزاء مال صدر الدجاج بهالطريقة هاي. راح تتفصل عندنا بصورة سهلة وسريعة بالضبط مثل ما تشوفون. بس نحاول انه الجزء اللي استوى الاسفل اللي هو هذا ما نخليه يتخربط ويرجع مرة ثانية على الجزء المستوي. هسه احنا الجزء المستوي عندنا صار فوق والجزء اللي ما مستوي صار بالاسفل. وهم نتركها مرة ثانية على نفس الوضعية مالتنا، نكملها ونشوف وراها شلون راح تستوي، ونحضر مالتنا الحافظة حتى ناخذ الاكل ويانا ما بعد التمرين. هسه بعد ما تركناه شوية نجي هم مرة ثانية نحاول نفصل القطع اللي قطعناها شوية بهالطريقة هاي. بعدها نبلش نقلب بيه بهالطريقة هاي. أيضا نتركها شوية. هسه حاليا بلشت تبين معالم انه الصدر استوى عندنا من يصير بهذا الشقار اللي تشوفوه هسه. هذا الشقار انه بلش الصدر يستوي عندنا. طبعا انا بالنسبة لي اكله بدون اي توست او خبز او عيش او اي شيء اسمر، اكله هيك مجرد بالشطل كلش طيب طعمه ولذيذ واستمتع به صراحة. انتم بقى تجربوه وتعطونا رأيكم جماعة الدايت، جماعة الاكل الصحي. اكلة بسيطة وسريعة وطعمها جيد. طبعا بعد تجارب هواية تأكدت انه هاي افضل طريقة ممكن اكل بيها الصدر الخام، لان انا ما احب لا بصلصات ولا بشي. ممكن انت تحب تضيف له شي اكثر من هذا، بهارات كركم كاري معجون بقت يمك. انا بالنسبة لي احبه هيجي اورجينال على وضع الطبيعي، مجرد شوية فلفل اسود وشوية ملح هملاية وزيت الزبدة وطعم الزبدة البسيط بيها. ولهنا وصلنا الى نهاية الفيديو. جربوه والف عافية مقدما. تحياتي لكم ومع السلامة. واذا اكو اكلات ببالكم جديدة نزلوا لنا اياها بالتعليقات حتى نسوي لكم اياها بالفيديوهات اللي الجاية مرة ثانية. وهاي حناخذها بالحافظة. حاولوا تسوون لايك سبسكرايب وفعل خاصية الجرس حتى كل أكلة جديدة من دايت مان توصلكم ويجيكم إشعاره. باي باي مع السلامة.